السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده موجه لطلابنا المشتركين معانا في دبلومة الجي اي اس، وموجه ايضا للطلاب اللي حابة تاخد معانا في المستقبل دبلومة جي اي اس. والفيديو ده بشكل عام هيفيد اي طالب في خطته او في نيته ياخد كورس او دبلومة جي اي اس او يطور من نفسه في المجال الجي اي اس اللي هو نظم المعلومات الجغرافية. سؤالين دايما بيجولي في دبلومتي اللي انا بقدمها للمتدربين والطلبه، فانا حابب في الفيديو ده اوضح السؤالين دول، منها بوضح للدبلومه ومنها بفيدك في اختيار الكورس الصح اللي انت تطور نفسك في مجال الجي اي اس. دايما بيجيلي سؤالين وركز فيهم قوي، لان انا عاوزك تفهم من معنى الاجابه اكتر من ان انا بجاوب السؤال، تاخد الفكره والمنطق ان انا ماشي بيه. السؤال الاول بيجيلي: ليه يا باشمهندس عز دبلومتك بتطول؟ وانا فعلا دبلومتي بتاخد وقت كبير من الزمن. السؤال الثاني بيجيلي: ليه يا باشمهندس بتشرح او مصمم تشرح او مهتم تشرح الارك جي اي اس ديسك توب، مع ان الاغلب بقت توجهاته دلوقتي الارك برو؟ انا في الفيديو ده ان شاء الله هوضحهم بالتفصيل الممل، وهوضح لك او هنقل لك وجهة نظري اللي اتمنى ان انت تحطها في اعتبارك او في اهتمامك وانت بتختار كورس جي اي اس في مكان ايه مناسب. نبدأ بالسؤال الاول: ليه دبلومة جي اي اس جيت، شركة جي اي اس جيت بتطول؟ في الاول واحنا بنحط الخطة للدبلومة كان الخطة ان الدبلومة تستمر من 5 إلى 7 شهور. البعض هيستكتر المدة اللي هي من 5 إلى 7 شهور، هيشوفها كتير، لان في شركات واكاديميات كتير بتعمل دبلومة مثلا الدبلومة اسمها جي اي اس شاملة والاحتراف وكلام بلا بلا كتير، مثلا في 3 شهور او في شهرين، وده بيحصل. فانت هتستطول ان الدبلومه بتقعد من 5 الى 7 شهور. يؤسفنا اقول لك ان الدبلومه اوقات بتطول كتير عن المده دي. هل الامر يستحق ولا لا؟ سيبني اوضح لك. احنا هنا في جي اي اس جيت بنركز اسسك في المجال، بنأسسك في النظام، بنطلعك قادر تشيل شغل شركات، على عكس اماكن كتير جدا بتهتم ان هي تعلمك برنامج مش نظام، وبتهتم ان هي تعلمك العملي، وانت كطالب خلفيتك ضعيفة، فانت مجرد ما بتطلع شغل بايدك فبتفكر ان هو ده النظم، بس حرفيا انت خدت قشور. لك ان تتخيل ان اللي احنا بيجي لنا بعض الطلبه ما تعرفش يعني ايه، مثلا يعني في بيجي لنا طلبه ما يعرفوش يعني ايه جي اي اس اصلا، وفي طلبه بتجي لنا ما بتعرفش تستخدم اللابتوب او يعني ما يعرفوش انجليزي. فكون انا باخد طالب ابيض في السوفت وير او في الهاردوير او في الانجليزي او في المجال بتاعه اصلا، وبنأسسك في النظام، بنأسسك ركز صح في النظام ده، بيحتاج وقت ومجهود. وتعالى اديك مثال. الليفل الاول عندنا في دبلومتنا حوالي 30 ساعة. انا عاوز اقول لك ان في بعض الدبلومات في اكاديميات اخرى او في شركات اخرى الدبلومة كلها مش 30 ساعة. احنا دبلومتنا الليفل الاول بس 30 ساعة، وده جاست ليفل اول، عشان اسمك خلصت الليفل الاول عندنا وتدخل في الليفل الثاني. فانت هتسالني وتقول لي: طب يا باشمهندس عز الاكاديميات الثانيه او الشركات الثانيه ازاي بتشرح مثلا دبلومه في 2 أو 3 شهور؟ هم بقى ليهم مناهج خاصه بيهم، بس الاعتقاد او السيستم اللي هم بيمشوا بيه، مثلا بياخدوا الجي اي اس، منهج الجي اي اس كله بيقسموه لحتت، وكل حته بتبقى بدبلومه لها سعر خاص بيها، فانت بتاخد حاجه بتخرج، بتاخد حاجه بتخرج، بتاخد حاجه بتخرج، انت فاهمني؟ فكونك اشتركت في دبلومه واحده مثلا
مدتها شهرين الى 3 شهور، ده مش معناه ان انت خدت النظم ولا بقيت اخصائي نظم، ده معناه ان انت خدت جزء. انت فاهم ده؟ على عكسنا احنا عندنا كام دبلومه بنوفرها في الشركه؟ دبلومه واحده بس هي دبلومه بتدخلها صفر، بتطلعها محترف في سوق العمل. وده اللي انا هوضحه في السؤال الثاني، ليه الديسك توب بالذات، وده هيوضح وهيفتح تفكيرك اكتر. على عكس الناس الثانيه، يعني المحتوى بتاعنا مثلا، يعني احنا دبلومتنا 120 ساعه عملي، وما اظنش ان انا سمعت قبل كده دبلومه واحده في مصر 120 ساعه عملي. تحس بقى ان الناس الثانيه بتاخد ال 120 دول مثلا تعملها الدبلومه ودبلومه ودبلومه ودبلومه. على فكره احنا نقدر نخلي الدبلومه تخلص في شهرين او شهر، بس انت مش هتتاسس صح، مش هتتاسس في النظام. وفي بعض الاماكن اصلا بتهمل التاسيس، بتهمل الشق الاكاديمي، وبتركز بس ان انت تعرف تطبق عملي. فاهم؟ وهنا هجاوب على السؤال الثاني وهربطه بالسؤال الاولاني، ليه احنا بنشرح الديسك توب؟ ركز بقى في النقطه دي معايا جدا عشان اربط لك كل الكلام ببعض. هوضح لك اجابه السؤال ده بمثالين. مثال مصري بيتقال احنا بنسمعه كل يوم. في مثال بيتقال لسواقين العربيات بيقول لك اللي ما اتعلمش مانيوال ما اتعلمش سواقه، رغم ان اغلب او 90% من العربيات الوقت ده عربيات اوتوماتيك. انت فاهم؟ بس في قاعده في السواقه بتقول لك اللي ما اتعلمش المانيوال ما اتعلمش سواقه. فانت هنا هتسال نفسك سؤال، ليه هتعلم مانيوال مع ان العربيات اوتوماتيك؟ ده نفس المبدا. في مقوله ثانيه بتتقال لك ان الناس القديمه اللي هو جيلنا والناس الاقدم مننا بيبدا دايما بالصعب، ولما تبدا بالصعب كل اللي جاي بالنسبه لك سهل. ايه تفسير الكلام ده؟ تفسير الكلام ده انا مثلا في شركتي هعلمك مثلا 3 برامج 4 برامج مثلا نظم. هل سوق العمل هو 3 برامج؟ لا، سوق العمل مليان برامج. ده معناه ان انت وارد لما تروح شركه في مكان معين تقابل برنامج جديد. وارد جدا تقابل برنامج انت اول مره تستخدمه. انت فاهمني؟ هتحتاس معانا؟ لا. ليه؟ لان انت متاسس في النظام يا حبيبي. احنا معلمينك النظام. والله العظيم لو جالك الجن الازرق في الجي اي اس هتعرف تبدع فيه، لان احنا مؤسسينك صح. احنا مش معلمينك برنامج فانت محتاج تروح شركه تلاقي نفس البرنامج عشان تشتغل بيه. احنا مؤسسينك صح في النظام. انت فاهم الفكره؟ بمعنى تاني احنا مفهمينك النظام، واي برنامج هتقعد معاه هتعرف تتعامل معاه. ونرجع تاني للديسك توب. الديسك توب هو البرنامج الاساس البيزك اللي احنا شايفين لو حضرتك اتعلمته صح. اصل بص، كل برامج النظم هتكتشف ان هي متشابهه في حاجات كتير جدا. فاهم؟ بس الديسك توب هو البيزك، لو انت حضرتك اتعلمته صح صدقني كل اللي جاي بالنسبه لك هيبقى سهل. انت فاهم الفكره؟ فاللي عاوز يتعلم صح يبدا بالصعب وهيلاقي باقي كل الامور بالنسبه له هتبقى سهله. على عكس الناس اللي بيديك دبلومه في شهرين بيعلمك جزء معين، بيقول لك ماشي انت اخصائي نظم، بتروح الشركه ما بتعرفش تتعامل، ما بتعرفش تنتج. عشان كده الناس اللي بتاخد دبلومه وتخلص بسرعه، الناس اللي بتاخد دبلومه رخيصه ما بتعرفش تعمل انتاجيه، ما بتعرفش تبدع ولا تطلع شخصيتها في الشغل. انت فاهم الفكره؟ فتاني بلاش تمشي ورا الشو، بلاش تمشي ورا الدبلومه الرخيصه، بلاش تمشي ورا الدبلومه السهله، لان حضرتك مش هتاخد دبلومه مرتين في حياتك. الدبلومه بتاخدها مره واحده بس في حياتك. فحاول تختار المكان الصح اللي هيأسسك صح. تطول مش مهم، تدفع فلوس كتير مش مهم، المهم اللي انت طالع قادر تشيل شغل. لان حضرتك لما تنطلب وان شاء الله فرص العمل متوفره في السعوديه او في مصر او فريلانسر او الامارات وغيره، تعرف تشيل شغل صح. لان جي اي اس هو دلوقتي حالا بياكل سوق العمل. فتاكد ان انت متاسس صح، اتاكد ان انت في مكان بياسسك صح، بياسسك صح، مش بيعلمك برنامج، بياسسك صح. وتاكد ان انت في مكان بيعلمك النظام. انت فاهم الفكره؟ ونصيحه اختار مكان ياسسك.